نسبة الربح دي بتبعتها لي المطبعة او دار النشر، فبالتالي ده اسمه دخل سلبي، لان انا تعبت في كتابة الكتاب ده مرة واحدة بس، انا تعبت في القصة دي مرة واحدة بس، وبعد كده بقى بيجي لي دخل منها بدون اي مجهود. خلاص مش انا اللي بعمل المجهود ده، لكن انا عندي منتج موجود في السوق، المنتج ده بيجيب لي ارباح او بيجيب لي عائد بدون اي مجهود مني. لكن الوظيفة هي المجهود بتاعها مستمر، طول ما انت في الوظيفة فبالتالي بتبذل مجهود، فبالتالي بتاخد مرتب. طيب انا لو مثلا مريض لفترة معينة، مثلا الشغل ما قدرش يستحملها، خلاص ما يقدرش يستحمل فترة الغياب دي كلها، فكان لازم يستبدلك عشان خاطر الراجل صاحب الشركة او الراجل اللي احنا بنشتغل معاه، فخلاص لازم شغله يمشي، فهيضطر يستغنى عنك. فحياتك المالية، حياتك المادية هتهتز، الاستقرار ده هيهتز. هل مثلا انت بتقولي اسيب الوظيفة؟ ابدا، ما تعملش كده، ما تعملش كده بدون خطة واضحة وبدون خطة مدروسة وبدون احتياطي. على الأقل 6 7 شهور يكون عندك بكامل المرتب بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي راجل باخد 5000 جنيه مثلا، باخد 5000 جنيه، 5 في 6 شهور، 5000 جنيه في 6 شهور يعني 30000 جنيه، ده الاحتياطي بتاعي يوم ما اقرر